بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، احنا ما لعبناش حلو بس على بلاطه. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت لو فاهم ان انا جاي اقول لك ان الاهلي عشان لعب 4-4 فاحنا لعبنا حلو وجميل وكويس، لا يا حبيبي. لا الاهلي لعب حلو ولا بورتو لعب حلو. الفكره ان هم دول اضعف فرقتين في المجموعه حقيقي، واحنا فعلا اضعف فرقتين في المجموعه. احنا كون ان انت جبت 4 تجوان وضيعت 10 ده مش معناه ان انت كنت بتلعب كويس اصلا. انت بورتو يعني هو فرقه اضعف منك بكتير، فده اللي خلاك نظريا انت شكلك كويس. دي فرقه لا بتضغط ولا بتهاجم ولا بتعرف تدافع ولا بتعمل اي حاجه اساسا. فوق كده انت واخد بالك ان انت برضو كفرقه ما بتعرفش تدافع اصلا، فضلا عن ان انت اللعيبه الهجوميه اللي نازله عندك، اللعيبه اللي نزلت زي بن شرقي وزي جراديشار وزي قفشه، الثلاثه معميين. يعني الثلاثه ما فيش لعيب من اللي نزلوا هجوميا صاحي معاك. الفرقه كلها فعلا مش شايفه قدامها، ما تفهمش هم اللي عايزين مصلحتهم بقى، ما تفهمش هم بيدوروا ان هو كل واحد يجيب جون، بيتعازموا على بعض، دي امكانيات ما تفهمش بقى في ايه. طبعا في حاجات كان فيها سوء توفيق ماشي مفيش مشكله، لكن معظم الفرص كانت نتيجه دلع، ولازم تسال نفسك هو الدلع ده لازمته ايه. نيجي بقى طبعا للكارثه الكبيره والاخ اللي قاعد على الدكه، واحد زي ريبيرو ده حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كابتن محمود يا خطيب، بسبب ان انت استرخصت ورحت جبت مدرب زي ده. يعني انت دفعت فلوس وربح فلوس في لعيبه جامده، تقوم رايح جايب مدرب مش شايف العيب. يا راجل ده احنا من اول 10 دقائق والناحيه اليمين عندنا مفتوحه، حسين الشحات ومحمد هاني بيطرح عليهم 2 على 2 و3 على 2، وهم الاثنين ما بيعرفوش يدافعوا اساسا. مره واحده انت فضلت سايب السكه دي سداح مداح، ويوم ما نزلت تنزل مين؟ عمر كمال. عمر كمال مين بقى يا جماعه؟ اللي اخره يلعب 10 دقائق وينزل يعمل له السبرنتين يتعب بعدهم، يفضل بقى مكسكس ومكيح وقرفان وتعبان طول الماتش معاك، وهو مش قادر ان هو يلعب في الاهلي. طيب برضو الماتش ده بياكد على معلومه حلوه قوي، هي فكره ان الشناوي ما ينفعش يكمل معانا. طب ليه الشناوي ما ينفعش يكمل معانا بعد ما كان اسطوره في اول ماتش؟ لان فرقه بورتو هي الفرقه الوحيده اللي لعبت على عيوب الشناوي، الفرقه اللي لعبت على ان اي شوطه من بره ال 18 ممكن تجي في الشناوي عادي جدا مفيش اي مشكله. الفرقه اللي خدت بالها وعندها شويه لعيبه، يعني عندهم ب 2 جنيه شويه دماغ ان فكروا يشوطوا عليه. يعني احنا عارفين ان الكوره اي شوطه من بره ال 18 دي بالنسبه للشناوي بنالتي اصلا يا جماعه يعني. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا فرقه فعلا بتلعب بدون اي خط دفاع، بدون اي منظومه دفاعيه. سيبك بقى من فكره خط الدفاع لوحده عشان ما اظلمش ناس كتيره موجوده يعني. الاربعه الباك اللي بيلعبوا بخط سواء من اول كوكا لمحمد هاني اللي معاه اسمه ايه بيكهام لداري لياسر ابراهيم، سيبك من ياسر قول ياسر راجل شويه. الاربعه يا جماعه ما ينفعوش يلعبوا في الاهلي بجنيه. يعني حتى بيكهام النهارده، بيكهام في الجون الثالث الكره ممكن تطلع على طول عادي يعني مفيش اي مشكله خالص، لكن هو قال لك ايه يعني بلعب بقى بطلع بالكوره، اصل انا بقى ذكي يعني واخد بالك، انا المدافع اللي بيطلع بالكوره المدافع الكوير بقى، فاهم انت؟ لو جوارديولا هيتعاقد معايا بعد الماتش ده فانا لازم اثبت ان انا بعرف العب. طبعا لا بيعرف يلعب ولا نيل اصلا، وبالتالي حصل ان انت لبسناها ده جابها كورنر في نفسه ولبسنا منها الجون اللي هو برده ما لحقش يضغط فيه على المهاجم الاسمراني اللي هو بتاع بورتو ده. طبعا جدير بالذكر ان انت المدرب اللي عندك مش عارف عيوبه، مش عارف مميزات اللعيبه اصلا. هو لعب ديانج صدفه، فكون ان انت شايف ان الاهلي بقى حته وسط الملعب نظريا عندنا حد ماسك حلو دفاعيا فيها، فهو نزل صدفه وما نزلش عشان هو عايز ديانج، لا هو نزل عشان حمدي فتحي التعبان اللي جاي من قطر، دوري شوارع دوري مدارس جه عندك. يعني انت فاهم ازاي؟ ما تسالنيش، مفيش حاجه بتيجي من الدوري القطري تطلع كويس. مفيش لعيب هيجي لك من الدوري القطري بيلعب في قطر بقاله فتره واتبرمج على قطر هينسى الكوره في مصر. اشتري مني اللي انا بقول لك من ايام احمد فتحي لما راح قطر برده ورجع قعد سنه كامله عشان يعرف يلعب كروس، وهو اصلا على الله برده هو كمان يعني. لكن ما علينا. طبعا عايز اقول جدير بالذكر برضو ان في البطوله دي عندنا لعيبه كتيره خذلتنا زي تريزيجيه وزي حمدي فتحي الشناوي في الماتش ده. طبعا محمد هاني ده مستواه، يعني انت ما ينفعش تقول محمد هاني تقول انت وحش يا حبيبي، هو ده مستواه اصلا. كون ان الجون الاولاني طبعا انا في رايي ان يتحمله محمد هاني لوحده. حته ان انت بقول لك ما عندكش منظومه دفاعيه اللي هي ايه، انت اي حد بيروح عليك ممكن تبقى جون، كل الكور الثابته عليك ممكن تبقى جوان مستريح، كور ركنيه جوان عادي. انت ما انتش عارف انت ماسك مين، يعني مين بيعمل ايه في مين بيوقف ازاي، احنا نازلين نعمل ايه. مفيش. الاخ اللي قاعد على الدكه يا جماعه الراجل ما ينفعش تجيب مدرس ابتدائي يدرس عيال في ثانوي وتطلب منه ان هو يبقى تجيب العيال تجيب مجموع. هي حضرتك هو في عقل، الراجل ما اتعودش على الاجواء دي قبل كده، الراجل بالبلدي جاي بيجرب فيك. نفس فكره سوارش، فكره المدرب اللي له فلسفه والمدرب اللي له دماغ واللي له مش عارف ايه. حضرتك الفلسفه والحاجات دي ما تنفعش مع فرق كبيره بتدور على نتائج على بلاطه. اللي الراجل عمله النهارده مفيش اي حاجه جديده اصلا حصلت، كل اللي عمله انه كان بيلعب فرقه اضعف منه وسابت له مساحات وعملت نسبه صد في مناطق خطره وبتاع، فبان لك منظر ان انت كويس. ربنا كرم لعيب زي وسام النهارده، ربنا كرم بلعيب زي زيزو اللي هو برده مش ملعبه على عدلته ومصر انه يلعب زيزو ناحيه الشمال ويفقد 50% ولا 60% من قوه الولا اونطه في اونطه ونلعب بحسين الشحات. يا جماعه هي يعني في عقل، احنا عندنا لعيبه ما ينفعش انها تكمل
لوجه الله كده بعد البطوله دي احنا محتاجين باك يمين وباك شمال. كوكا يمشي، انا مش مقتنع بيه اصلا في اي حاجه. محمد هاني برده شرحه، او لو عايز تقعده دكه يعني ايا المهم يعني ما يبقاش اساسي. عمر كمال لوجه الله عشان انا عرفت منه لازم يمشي. تمام. طبعا هياخد بقى ندفد وياخد بقى الرجاله اللي ما بتلعبش معانا دي. تمام. طبعا مثلا عندك واحد زي حمدي فتحي ما حدش يفكر يتعاقد معاه بجنيه حتى لو يدفع لنا فلوس. واحد زي تريزيجيه لازم يقعد دكه. واحد زي اشرف بن شرقي لازم ياخد جوزين اقلام على وشه عشان يبتدي يفوق هو وجراديشار بعد العك اللي هم عملوه. واحد زي قفشه خلاص هو جاب اخر ما يعرف يعمله معاك، ده اخر قفشه وما تحاولش تلومه لوجه الله. في الاخر حابب اقول ان حسبي الله ونعم الوكيل في الكابتن محمود الخطيب، وفي كل واحد وافق على ان واحد زي ريفيرو ده يلعب معانا. السلام عليكم.